عاليه في نص الملعب. اكرم توفيق من اعلى نقطه وانت مغمض كده قول اكرم. يطلع الكوره على طول اللي بيعمل الاماميه الطويله جنش. يرد اكرم توفيق مره ثانيه. ما شاء الله 3 رئات بل 4. اكرم توفيق وادي لاما كولين. اكرم توفيق والله بيلعبها حلوه عند لاما كولين، مضغوط عليه من عادل جمعه. يا ولد يا عادل جمعه، لكن في ده وسط 5 6 لاعبين يقطع مين؟ اكرم توفيق. وادي امام لنادي امبي. استلام من اكرم توفيق، بدا ياخد الشجاعه والجرأه. اكرم توفيق بدا يزيد على خط منطقه الجزاء. وادي العرضيه من نار الانجولا، عشان كده لازم نبقى اسرع. ادي اكرم توفيق بيغير الملعب على طول في اليمين عند عمر رجب. يسند مره ثانيه عند طاهر اللي بالشجاعه كريم. اكرم توفيق بفدائيه، يا ولد يا اكرم، يلعب لطاهر. طاهر عدى من واحد انجولا. ادي اكرم توفيق يرجع كورته على طول لعمر رجب. هل اكتر من راعي يتدخل؟ واكرم توفيق وحذاري يا اكرم، حذار فين بينياتك؟ يلا دون انتظار الصافره. ادي اكرم توفيق لاعب انبي، انذار مجاني ومبكر جدا لاكرم توفيق، خاصه ان اكرم لاعب وسط مدافع واحيانا بيتطلب دوره في الملعب انه يبقى صاحب تدخلات نوعا ما يعني في منتخب الانجولا. النقل سريعه، محاوله من هناك من جانب محمد او واحد ثلاثين هنا. اكرم توفيق تدخل اللي كان لعبد الحميد سامي. اخر دقيقتين. الركله الرابعه ايطاليا تضيعها عن طريق جراسيانو بيلي المهاجم الايطالي، وجوليان دراكسلر يحرز لالمانيا الهدف او الركله الرابعه. اصبحت النتيجه تعادل 2 مع ركلات الترجيح في النهائي المبكر في دور ربع النهائي لليورو 2016 بين الألمان والطليان. إذا الركلة الخامسة بس مع توقف. ادي احمد توفيق، عفوا اكرم توفيق، اتلعبت على طول. ملوده اللي جاي ناحيه اليمين عايز يعدي، لكن فين يحط رجله على طول. ملوده عايز يعمل